بودكاست حكايتها تهمني، تهمك، تهمنا كلنا. ازيكم؟ انا سارة عزيز من سيف ايجيبت، والنهارده تيك توك وسيف ايجيبت ومنتدى شباب العالم بيقدموا لكم بودكاست حكايتها. سميناه حكايتها عشان حكايتها تهمني قوي وتهمك وتهمها هي كمان، وامانها الالكتروني والخصائص اللي ممكن تستخدمها اونلاين انها تحمي نفسها موضوع ما ينفعش نأجله لبكره، لازم نتكلم عنه النهارده. عشان كده متحمسين نقول لكم ان في الحلقات اللي جايه هنتكلم عن ازاي نكون بامان اونلاين. لو حطينا كلمة أونلاين أو إنترنت جنب ولادكم في جملة بتحسوا بإيه؟ فينا ناس كتير قوي ممكن تبقى حاسة ده العالم الجديد، ده المستقبل، بس ممكن فينا ناس تحس بالخوف وبالقلق. يمكن لأنه إحنا كأهالي ما بيبقاش عندنا سيطرة كافية أو سيطرة كبيرة أو تحكم في اللي بيحصل أونلاين. وعايزة أقول لكم إنه محدش فينا كأهل بيبقى حاسس إنه متحكم في الانبوتس. ولادنا هيشوفوا إيه، هيتفرجوا على إيه، هيسمعوا إيه، هيقابلوا مين هيطلب منهم إيه. كل ده حاجات بتحصل أونلاين. لكن النهاردة إحنا جايين نقول لكم إن في فيتشرز كتيرة موجودة ممكن تساعدنا قوي ان احنا نبقى مطمنين ان ولادنا اونلاين بس كمان في امان. بس قبل ما اقول لكم عليها خلوني احكي لكم حاجه لذيذه قوي. يمكن زمان كان اهالينا بينزلونا نلعب في الشارع بس عشان يطمنوا علينا، كان الموضوع دايما محكوم بوقت او محكوم بمين موجود هيلعب معانا. دلوقتي ممكن نروح نلعب في النادي في الشارع في مكان مفتوح ويبقى معانا ناس حوالينا نعرفهم، بس لما بيبقوا عايزين يطلعونا خلاص جه الميعاد ويقدروا يطلعونا، نقفل باب البيت وانتهى. ما عنديش اي اكسس على الشارع، ما عنديش اي اكسس على النادي، ما عنديش اي اكسس على الناس التانية. لكن الحقيقة الوقت ده الموضوع ما بقاش كده. انا ممكن ولادي يبقوا جنبي في البيت بس في الشارع، وبقصد بالشارع الانترنت، لان كأن الانترنت عملت من ولادنا ان عندهم اوضة في الشارع فعليا ملهاش ولا بيبان ولا شبابيك. اي حد ممكن يعدي ياخد اي حاجة او يسيب اي حاجة، اي حد ممكن يتكلم معاهم، واي حد ممكن يقول لهم اي حاجه. شبابنا وولادنا المراهقين ممكن يبقوا بيتعرضوا للاكسس ده بسبب الانترنت. والنهارده لو انا حاسس انه في خطر ممكن يقابل اليونج ادلتس والتين ايجرز بتوعي، انا محتاجه اتعلم ازاي يكونوا في امان. عشان كده اول حاجه نفسي اقول لكم عليها هو هل ليكم علاقه قريبه بيهم؟ هل في اي نوع من انواع الحوار رايح جاي ولا حوار بس رايح من ناحيتي؟ يعني خليني اسالكم سؤال، عمركم وانتم معديين في البيت كده رحتوا حاضنينهم حضن من غير اي مقدمات، نكشت لهم شعرهم او حضنتوهم او عملتوا رابينج ذير باكس او قلت لهم قد ايه انتوا بتحبوهم؟ حاجات بسيطه قوي قوي قوي، لكن انتوا مش متخيلين قد ايه ممكن تفرق معاهم وتحسسهم بالامان وتحسسهم ان احنا قريبين، مش جايين من مكان عالي فوق بندي انستراكشنز وتعليمات وهم مش فاهمين اي حاجه. ويمكن صوتنا ممكن يبقى برضو عالي واحنا بنعمل كده، فالفاصله والجاب عماله تزيد ما بيننا. الشارع موجود وولادنا على الموبايلات وممكن يكونوا في خطر بسبب انه اي حد بيعدي واي حد بيدخل، اي حد بيسيب اي حاجه او بياخد اي حاجه. بس اللي انا عايزه اقوله النهارده ان علاقتنا معاهم والبوند اللي ممكن نبنيه ونعمله بيفرق جدا جدا. زي ما كلمناكم عن البوند اللي بينكم وبين بعض وازاي هم محتاجين يحسوا بامان وراحه في العلاقه معاكم، لازم نتكلم معاكم عن الفيتشرز اللي موجوده اللي بتساعدكم انتوا تبقوا مطمنين وولادكم اونلاين. لما بنتكلم عن الفاميلي بيرنج او الاقتران العائلي، احنا بنقول ان انا عندي كأهل كأب او ام عندي اوبشن ان انا اتحكم ان الحساب بتاع ابني او بنتي يكون برايفت اكاونت، حساب خاص مش اي حد ينفع يبعت مسجات عليه وهو ما يقدرش يبعت لاي حد. الحاجه التانية المهمه بتحكم في السيرش، هو بيدور على ايه، واقدر اقفل الكومنتات ان هو اللي يحطها او حتى تتحط له على الفيديوز بتاعته. واحده من الحاجات اللي مهمه قوي ليها علاقه بالمده اللي بيستخدم بيها الحساب بتاعه، عشان احنا مش عايزينهم طول الوقت ماسكين تليفوناتهم، فاقدر يتحكم في المده اللي قاعدها اونلاين، او اعرف كمان لو المده ديت عدت او اكسيدد الوقت المحدد. واحده كمان ليها علاقه باللي احنا بنتكلم فيه الريبورتنج. على فكره الريبورتنج هو مبدا موجود في الحياه، لو حد ضايقك بتبلغ، لو حد كسر حدودك بتقول، وده موجود اونلاين زي بالظبط ما موجود اوفلاين. واحده من الفيتشرز كمان المهمه ليها علاقه بان انا بكنترول مين يبقى بيبعت له كومنتس على الفيديوز بتاعته، واقدر احط فلتر كده ليه كلمات معينه ما يشوفهاش. لو حد عمل كومنت بكلمات معينه اقدر احط فلتر ليها فما يتشافش. ودي واحده من الحاجات اللي انا بحس ان احنا كاهالي محتاجين نبقى فاهمينها، سنس ان ولادنا بقوا موجودين اونلاين. الحاجات اللي ممكن انا اعملها معاه وابقى مفهمها له كمان وفاهم ان انا عندي اكسس على الاكاونت بتاعه، فيطمنوا اكتر ان هو مش لوحده في الشارع. عايزه افكركم ان علاقتنا معاهم والبوند اللي بيننا بيخليهم يجروا علينا ما يجروش مننا.
استنونا في الحلقات اللي جايه، هنتكلم عن الفيتشرز اكتر، وهنتكلم عن علاقتنا باولادنا وبناتنا اكتر، وايه البوند اللي محتاجين نعمله مع بعض عشان يبقوا بيحكوا لنا وبيرجعوا لنا وبيجروا علينا وبيتكلموا معانا. لان متهيألي توافقوني ان الموضوع بقى كبير قوي قوي قوي، وان هم عندهم اكسس وانبوتس كتيره بقت بتخش لهم يمكن احنا ما عندناش تحكم فيها. استنونا، وما تنسوش تعملوا فولو على التيك توك اكاونت بتاعنا، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب وفولو لكل السوشيال بلاتفورمز التانية.